بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حملة لواء الحق والدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نبدأ إن شاء الله تعالى بقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. هذه الآية وعيد للكفار وضرب أمثال لهم، أي كما فعل هؤلاء من أهل القرون من قبلكم فعلكم من التكذيب، فكذلك يفعل بكم ما فعل بهم من العذاب والإهلاك. وقوله تعالى وما كانوا ليؤمنوا، هذا إخبار عن قسوة قلوبهم وشدة كفرهم، كذلك نجزي القوم المجرمين، أي مثل ذلك الجزاء نجزي القوم المجرمين، وجزاء الاستئصال الكلي لكل مجرم. ثم خاطب سبحانه وتعالى الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثم جعلناكم خلائف، أي استخلفناكم في الأرض بعد تلك القرون التي تسمعون أخبارها وتنظرون آثارها. والخلائف جمع خليفة، أي جعلناكم سكانا في الأرض من بعدهم، أي من بعد القرون المهلكة، لننظر كيف تعملون وهو أعلم بهم، أي ما تستحقون به الثواب والعقاب، أي يعاملكم معاملة المختبر. وقيل النظر راجع إلى الرسل، أي لينظر رسلنا كيف تعملون. وقد تقدم نظير هذا في قوله تعالى وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. قال عمر رضي الله تعالى عنه إن الله تعالى إنما جعلنا خلفاء لينظر كيف عملنا، فأروا الله حسن أعمالكم في السر والعلانية. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحي إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات يعني مشركي مكة، قال الذين لا يرجون لقاءنا، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن كنت تريد أن نؤمن بك. هؤلاء كما قال المفسرون هم حارث بن حنظلة وخمسة من كفار قريش كانوا يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم: الوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل السامي والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث والحارث بن حنظلة، فقتل الله تعالى كل رجل منهم بطريق آخر كما قال إنا كفيناك المستهزئين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا، أي قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم آتي بقرآن غير هذا أو بدله، فاجعل مكان آية عذاب آية رحمة، ومكان حرام حلالا ومكان حلال حراما. ووصفهم بأنهم لا يريدون لقاءنا لا يريدون لقاء الله، يريد به كونهم مكذبين بالحشر والنشر منكرين للبعث والقيامة. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أي من قبل نفسي، إن أتبع إلا ما يوحي إلي، أي لا أتبع إلا ما أتلوه عليكم من وعد ووعيد وتحريم وتحليل وأمر ونهي، إني أخاف إن عصيت ربي، أي إن خالفت في تبديله وتغييره وفي ترك العمل به عذاب يوم عظيم، يعني يوم القيامة. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدريكم به، يقول يا محمد لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدريكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل. وفي هذه الآية حجة واضحة على كفار مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث إليهم رسولا حتى لبث فيهم عمرا من الزمن وهو 40 سنة، فعرفوا صدقه وأمانته وعدله، وأنه بعيد كل البعد من أن يكون كاذبا على الله تعالى. وكانوا في الجاهلية يسمونه الأمين صلى الله عليه وسلم، وقد ألقمهم الله حجرا بهذه الحجة في موضع آخر، وهو قوله أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. ولذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان ومن معه عن صفاته صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري،
قال هرقل لأبي سفيان هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان فقلت لا. وكان أبو سفيان في ذلك الوقت زعيم القوم ورأس المشركين، ومع ذلك اعترف بالحق، والحق ما شهدت به الأعداء. فقال هرقل فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. ولذلك وبخهم تعالى بقوله أفلا تعقلون، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ثم قال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. وهذا استفهام بمعنى الإنكار، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب وبدل كلامه وأضاف شيئا مما لم ينزل، وكذلك لا أحد أظلم منكم إذا أنكرتم القرآن وافتريتم على الله الكذب، وهذا مما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم. قال القرطبي رحمه الله تعالى المفتري المشرك والمكذب بالآيات أهل الكتاب، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذه غاية الجهالة منهم، حيث ينتظرون الشفاعة في المآل ممن لا يوجد منه نفع ولا ضر في الحال. ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. مرحبا. أي تخبرون الله أن له شريكا في ملكه أو شفيعا بغير إذنه، والله لا يعلم لنفسه شريكا في السماوات ولا في الأرض لأنه لا شريك له، فلذلك لا يعلمه، كما في قوله تعالى أم تنبئونه بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. ثم نزه سبحانه وتعالى نفسه وقدسها عن الشركاء، فقال سبحانه وتعالى عما يشركون، أي هو أعظم من أن يكون له شريك. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. وما كان الناس إلا أمة واحدة على دين واحد وهو الإسلام من لدن آدم إلى نوح، ومن عهد إبراهيم إلى عمرو بن لحي. وقيل المراد ما كان الناس إلا أمة واحدة بالضلالة والجهل بالله، فاختلفوا فرقا في ذلك بحسب الجهالة. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، وهذا إشارة إلى القضاء والقدر، أي لولا ما سبق في حكمه أنه لا يقضي بينهم فيما اختلفوا فيه بالثواب والعقاب دون القيامة لقضي بينهم في الدنيا، فأدخل المؤمنين الجنة بأعمالهم والكافرين النار بكفرهم. ولكنه سبق من الله تعالى الأجل مع علمه بصنيعهم فجعل موعدهم القيامة. وقيل لقضي بينهم أي لأقام عليهم الساعة. وقيل الكلمة التي سبقت هي رحمتي سبقت غضبي. ولولا ذلك لما أخر العصاة إلى التوبة. قال الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى وأصرح من ذلك في بيان معنى الكلمة قوله في سورة هود ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، أيقول هؤلاء الكفرة الملحدون المكذبون المعاندون لولا أنزل عليه أي على محمد صلى الله عليه وسلم آية من ربه كما أعطى الله ثمود الناقة، أو أن يحول لهم الصفا ذهبا أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل مكانها بساتين وأنهارا ونحو ذلك مما الله عليه قادر، ولكنه حكيم في أفعاله وأقواله، كما قال جل من قائل تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. وكما قال جل من قائل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولهذا خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن يعطى ما سألوا فإن أجابوا وإلا عجلوا، وبين أن يتركهم وينظرهم فاختار إنظارهم كما حال عنهم غير مرة صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال تعالى إرشادا لنبيه صلى الله عليه وسلم إلى الجواب عما سألوا فقل إنما الغيب لله، أي الأمر كله لله وهو يعلم العواقب في الأمور، فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي إن كنتم لا تؤمنون حتى تشاهدوا ما سألتم فانتظروا حكم الله في وفيكم. هذا مع أنهم قد شاهدوا من معجزاته صلى الله عليه وسلم أعظم مما سألوا،
حين أشار بحضرتهم إلى القمر ليلة إبداره فانشق فرقتين، فرقة من وراء الجبل وفرقة من دونه. وهذا أعظم من سائر المعجزات الأرضية مما سألوا ومما لم يسألوا. ولو علم الله تعالى أنهم سألوا ذلك استرشادا وتثبتا لأجابهم، ولكن علم أنهم إنما يسألون عنادا فتركهم فيما رابهم، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولما فيه من المكابرة قال تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولهذا قال تعالى: فانتظروا إني معكم من المنتظرين بما يفعل الله تعالى بكم بعنادكم وجحدكم الآيات. قوله تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. فالإذاقة مستعملة في مطلق الإدراك استعارة أو مجازا، والرحمة هنا مطلقة على كما في قوله تعالى: فانظر إلى أثر رحمة الله، وهو النعمة والبقاء كقوله: ويشر رحمته. والضراء والضر مستعمل في الإصابة، والمعنى إذا نالت الناس نعمة بعد الضر كالمطر بعد القحط والأمن بعد الخوف والصحة بعد المرض إذا لهم مكر في آياتنا، أي استهزاء وتكذيب. وذلك أنهم يوهمون أن آيات القرآن ليست دالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أنه لو أنزلت عليهم آيات أخرى لآمنوا بها، وهم كاذبون في ذلك. إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا، أي أشد استدراجا وإمهالا، حتى يظن الظان من المجرمين أنه ليس بمعذب وإنما هو في مهلة ثم يؤخذ على غرة منه. والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما يفعله ويحصونه، ثم يعرضون على عالم الغيب والشهادة فيجازيه على الخفي والجليل والنقير والقطمير. قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. ثم أخبر تعالى أنه هو الذي يسيركم في البر والبحر، أي يحفظكم ويكلأكم حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، أي بسرعة سيرهم، فبينما هم كذلك إذ جاءتهم ريح عاصف أي شديدة وجاءهم الموج من كل مكان أي اغتلم عليهم البحر وظنوا أنهم أحيط بهم أي هلكوا، دعوا الله مخلصين له الدين، أي لا يدعون معه صنما ولا وثنا بل يفردونه بالدعاء والابتهال، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجيكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. دعوا الله مخلصين له الدين: إن أنجيتنا من هذه أي من هذه الحال لنكونن من الشاكرين، أي لا نشرك بك أحدا ونفردك بالعبادة كما أفردناك بالدعاء. قال الله تعالى: فلما أنجاهم أي من تلك الحال إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق كأن لم يكن ذلك الذي كانوا فيه بشيء. ثم قال تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، أي إنما يذوقوا وبال هذا البغي أنتم أنفسكم ولا تضرون به أحدا غيركم، كما جاء في الحديث: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخل لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ومن بديع الأسلوب في هذه الآية كما قال الإمام الرازي رحمه الله تعالى أنها لما كانت بصدد ذكر النعمة جاءت بضمائر الخطاب الصالحة لجميع السامعين، فلما انتقلت إلى ذكر الضراء وقع الانتقال من ضمائر الخطاب إلى ضمير الغيبة لتلوين الأسلوب بما يخلصه إلى الإفضاء إلى ما يخص المشركين، فقال: وجرين بهم على طريقة الالتفات، أي وجرين بكم. وهكذا أجريت الضمائر جامعة للفريقين إلى أن قال: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، فإن هذا ليس من شيم المؤمنين، فتمحض ضمير الغيبة هنا للمشركين. وقد عدت هذه الآية من أمثلة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في ضمائر الغيبة كلها. إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، إنما لكم متاع الدنيا أو في الدنيا الدنية الحقيرة، ثم إلينا مرجعكم أي مصيركم ومآلكم فننبئكم أي فنجزيكم نخبركم بجميع أعمالكم ونوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.